فاكر كم مرة ما كنتش عارف الطريق ومشيت ورا الزحمة؟ ولا كم مرة غيرت إجابتك في الامتحان علشان كل الدفعة قالت عكسها؟ السلوك ده بتفسره لنا نظرية القطيع، اللي بتقولك إن العقل بيفضل يقوم بالسلوك اللي الجماعة بتقوم بيه، وده من غير حتى أي تفكير. وبالرغم إن كل فرد في القطيع بيخدم نفسه بالدرجة الأولى، إلا إنه كمان بيأثر على السلوك العام للمجموعة اللي بتبان من بره قوية ومتماسكة. بس استنى قبل ما يعجبك الكلام، خليني أقولك إن سلوك القطيع زي ما بيبقى مفيد، فهو في مواقف كتير ما بيبقاش أسلم حل. زي إن التزامك بسلوك القطيع هيمنعك من الانفراد بأي رأي فردي، وده مهما كان منطقي وله حجة. ومش بس كده، ده كمان بيحجم الإبداع وبيقتله، وده لأن الأفكار الفردية ممكن تشكل خطر على المجموعة وتعرضها لخسائر. فمن الآخر كده، لازم تعرف إن قراراتك أنت الوحيد المسؤول عنها، فما تسمحش لأي حد يتحكم فيك ويكتب سيناريو قصتك غيرك أنت.